الخط اتعوج بتاع الفار، الخط اتعوج، ما تعرفش اتعوج ليه. يعني المفروض يمشي يبقى هيعدي كريم بامبو، هيضرب في رامي ربيعه اللي مغطي وراه، اللي وراه بشويه هو اللي مغطي. بس لا، ده دخل في النادي الاهلي. الفار اتكهرب والحكم اتكهرب والمخرج اتكهرب، وهوب عملوها لك مره واحده كده، حطوا لك الخط وقاموا جايين شايلينه وقال لك اوف سايد وتيت وتيت، وقام جاي مصفر وانتهى. ايه يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ ايه الدوري المشبوه ده؟ ايه الدوري المشبوه ده اللي انتوا اديتوه للناس؟ يعني إيه؟ اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ الطم يعني ولا ايه؟ ما احنا لو اتكلمنا هيقعد يقول لك ده بيكره النادي، ده مش دوري كده، مش كوره. النادي الاهلي لو خسر الخمس ماتشات اللي جايين وربنا هياخد الدوري، وربنا هياخد الدوري خلاص. بس حسسوا الناس ان في عدل، في شفافيه، في نزاهه، في فرق تانية بتصارع على الهبوط. في ناس محروقه، في ناس مؤخراتها مولعه، في ناس عندها حرقان في المزلقان والشط من تحت الباط. طول ما الاهلي في نجاح عمرك يا رضا ما هترتاح. زي حاجه النهارده انت ركزت فيها بتاعت انهي؟ الهدف اللي اتلغى. ما انا لسه هسألك في ده. طب ركزت فيه؟ انا واحد من الناس كنت فاكر جول له، لانه بعد كده وقف وبعد كده رجع. لا سيبك من كده، انا مش حكم بقى. لا سيبك من كده. الكوره دي تمام. لو في حاجه تاني او انت شفت كوره الفار بيعملها ما بتتعادش 3 4 مرات؟ اتعادت مرتين، مره فين؟ مره اتعادت. لا وهو بيشوف الفار. لا ما اتعادتش. ليه ما اتعادتش كذا مره عشان الناس تشوف مع الاعاده؟ اتعادت يا جماعه، اتعادت كم مره؟ لما كان الفار، لما كان اتعادت مرتين بعد لما كان امين عمر. لا اتعادت مرتين. لا انا برضو بتكلم، ما هو الجول لما بيجي بيتعاد مره واثنين. حلو كده. لا لما كان الفار بيكلم امين عمر، او امين عمر كان مستني الفار صح؟ كان واقف قد ايه؟ حوالي بالظبط دقيقتين وشويه. دقيقتين بالظبط، ماشي. دقيقتين وشويه. ده لو ما كانش 3 دقايق. صح. شفت في الدقيقتين وشويه او ال3 دقايق حاجه اتعرضت على الشاشه بتتعرض على الفار؟ لا بصراحه. ليه؟ هو ده بيحصل؟ طب هي اوفسايد. انا ما اعرفش في سيبك من اوفسايد او مش اوفسايد، انا بكلمك في نقطه. لا انا بكلمك في نقطه. انت شفت كده؟ مش دايما بتشوف مع الدقيقتين 3 كذا عاده وكذا. مش اسمه وائل اللباني ده برضو؟ سياحكم طرب. وخلي بالك هو ادى 4 دقايق من هنا والجون دخل من هنا. انت عارف لو الجون دخل قبل ما يدي ال4 دقايق كان بقى 14 دقيقه، بس هم عشان كده ما حسبوش الجون. لا يا جدعان، لا والله. يعني النادي الاهلي بادئ ماتش زي الفل، بيضغط، شكله حلو. اي نعم بيلعب اللعب التجاري، لان بقى الفرق 13 بونت ولا 11 بونت، بقى الموضوع خلاص سهل. فمفروض ان هو بيلعب خلاص، الضغوط اتشالت من عليه. فالنهارده بيلعب يعني على قد لحافك مد رجليك او على قد فلوسك، وكسبان 1-0 والدنيا زي الفل، ورضا سليم مضيع واحده ومعرفش مين تاني مضيع واحده، عمر كمال. وبعدين جت الدقيقه 70 اما قفشه. عايزين نشوف بقى قفشه، يعني الراجل اللي هو بتاع الازمات، بتاع الخناقات، بتاع القضيه. فمفروض ان الراجل ده في ماتش زي ده يديله 70 دقيقه. الراجل التاني ما بيعملش حاجه خالص، لا باص ولا ترقيص ولا سروهات ولا شوط على الجون، ولا بيدافع ولا بيهاجم، وشكله بس كل شويه يمثل هو ورضا سليم. ونبا يا كابتن رضا، عايز اعمل معاك تحدي بسيط كده. يعني تعرف تقول امام عاشور 10 مرات ورا بعض من غير ما تعيط؟ حط لها قطره وسيبها فتره.
النقطة اللي كل ما واحد يظن أن هو له قرار في صالحه يقول لك أنا بس أتكلم على الكابتن طارق تحديدا ليه؟ ايوه وكابتن طارق أنت بتقول عايزين العدالة. وأنت أول فوز تحققه السنة دي كان على حساب مين؟ حساب الاهلي. وأول هزيمة للأهلي كانت من مين؟ هل كان الماتش ده فيه عدالة ولا كان فيه ضربة جزاء مؤكدة والأهلي كسبان 3-2 ولم تحتسب وكل العالم شافوها وانت اول واحد شفتها بس انت كنت شايف ان العداله حلوه ساعتها. يا كابتن الكوره في طلعوا لك الخطوط تقطع على الخطوط قول لا اترسمت غلط، لكن انك تحكم كل واحد عايز بقى يمسك الصفاره ويحكم على قرار زي برضو الماتش اللي فات يقول لك احنا ما شفناش الكوره لسه بس وصل يا جماعه طب ليه؟ ليه دايما كابتن ايمن رمادي. مش عايز اقول بقى عشان انا مش عايز تقول حاجه؟ يعني مش عايز اعمل مشاكل بيني وبين حد. اعمل يا عدل اقيع ما يهمكش، اعمل حط لهم النهارده زيت وسيبهم يقعدوا في البيت. اديله ميه اديله زيت خليه يقول لي يا ريتني ما جيت. انزل يا عم انزل يا عم ادينا لايك متين، ده لسه الحلقه مطوله. لايك متين الفيديو اتاكد ده مش شريف قناه مجرس في كل الشقه في كل مكان. لايكات ويلا بينا نشوف عايز اقول لكم ايه. تقول لي بقى مش عارف ايه ومدرك ايه، خلاص الموضوع انتهى. فانت ليه مصممين تخلوا شكل النادي الاهلي وحش؟ وليه تشككوا في البطوله؟ ده انتوا بالعكس الماتشات دي مفروض ان انتوا تعملوا ان انتوا حكام عداله، فار عادل، مخرج نزيه وشريف وعفيف، واخد بالك؟ الكره ما تعدتش مره واحده وجابوها. اوعى عارف اللي هيكهرب عملوها وما شفناهاش. كرة حسين الشحات عادوها 5000 مرة. امام عاشور اتخبط في نص الملعب عادوها 4-5 مرات وده جون مؤثر. طب ده بقى لو للنادي الاهلي وربنا هتحسب. اذا كانت ضربة الجزاء اللي ما فيهاش حاجة اتحسبت اللي هي غيرت الدوري من الدفاع الجوي للجزيرة اتحسبت. لا كده الكرة كده حرام، والله العظيم حرام. يعني انا كنت قاعد وبقول اول مره الاهلي يكسب ماتش مشفي ما فيهوش لا اخطاء ولا حكام ولا مخرجين ولا فار وبقيت فرحان وسعيد ان النادي الاهلي كسبان والدنيا زي الفل. سعيد ده انت قلت على نفسك تبقى رضوى عبد العال لو الاهلي كسب بيراميدز رايح جاي جرايه رضوى. الاصل ان الانديه تتبادل المصالح ومفيش حد بيكسب لوحده صفقه. يعني انا لما اخش معاك انا مش داخل اغلبك، ايوه انا داخل انت تاخد احتياجك وانا اخد احتياجي. انت احتياجك عمر الساعي وشوف الاسماعيلي احتياجه ايه وعادي جدا الدنيا تمشي زي الفل. انت بتكلم حد جنبك ولا لا؟ ده انا بكلم ايمن ابو عزيز. حبيبي يا باشمهندس والله وحشني والله. يعني اتمنى ان انت المكالمه دي كمان اسبوعين ايوه او مرتين تبقى بقى فيها المباركه الرسمي باذن الله ان شاء الله. كده خلاص طيب على عمر الساعي يعني نبارك على انضمام عمر الساعي النادي الاسماعيلي. كلام جميل. ومهندس عادل القيعي بشكرك. الكابتن طارق مصطفى زعلان على الكره الاوفسايد اللي اتلغت. ايوه وايمن عبد العزيز تقريبا برضه زعلان والكابتن ايمن وكل الزعلانين خلاص. انت عرفت ازاي من غير ما تساله؟ هو حسين لا من غير لو انا اقول لك اخوه امين في كمان زعلان في مصر اقولهم لك دلوقتي. ايوه لا من الواضح ان الامور لدى الاخصام ليست جيده وصارت سيئه. حسنا نتمنى لهم الاسوأ. ونشكي لمين؟ يعني ما انا لو من طارق مصطفى النهارده لازم اجيب اغنيه عبد الحليم ظلموه قتلوه
ذبحوه. يعني انا عايز اعرف، يعني الفرقه دي لو هي بتنافس على الهبوط، البونت ده مش ممكن يفرق معاها؟ وانا قلت امبارح مع الاستاذ اسلام صادق، قلت يا جدعان النادي الاهلي مش طرف، النادي الاهلي انتوا اللي بتخلوا شكل النادي الاهلي وحش. انت كمخرج وكحكم وكفار مخليين شكل النادي الاهلي وحش. انتوا كده بتدوا ايحاء للناس ان الاهلي لازم يكسب عافيه وذوق. ازاي يعني؟ هي الفرقه دي مش ممكن تهبط؟ لو الفرقه التانيه دي شدت حيلها وكسبت، مش ممكن فرقه البنك دي تهبط بماتش زي ده؟ يعني البونت ده يدخلهم الى بر الامان، بونت يدخلهم لبر الامان. انت هتخليهم بيلعبوا لغايه اخر لحظه تحت ضغط ليه؟ النادي الاهلي واخد الدوري امبارح بيراميدز اتعادل، ما شفناش الهيصه والهيلمان ده، خلاص الدوري خلصان من ساعه الماتش الاولاني بتاع بيراميدز والاهلي، خلاص الستاره نزلت ساعتها. امسح دموعك يا كابتن رضا، لما السجاره اتطفت الصحاب اختفت. لا ده مختار واحد. امام عاشور مختار واحد من الجمهور يديله التيشيرت. طب كده يا زمالك الدوري في الجزيرة عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة يفضل فوق. عرضوا اتصالات من بعض الوكلاء بيعرضوا على اللعيب، ياخدوا رأي لعيب، بيبتدي تجميع بيانات. انت تعلم الآلية اللي بيشتغل بيها الأهلي دلوقتي، الأسماء مطروحة قدام مستر كولر الناس عمالة ده كل 3 أيام ماتش، ورغم كده بيتفرج وبيحلل الماتشات اللي فاتت واللي جاية، وبيتفرج على الناس اللي هو عايز يتعاقد معاه. فالأهلي يعمل ويعمل بطريقته التي لا يعلن عنها. لكن انا كنت فاكر انك داخل تكلمني على الموسم ده مش على الصفقات. ما لسه انا بس لقيت ان الموضوع ده يعني كل ما اقلب كده الاقي يحيى عطية الله بن رمضان مشكله، زياده الاسعار، النادي المجري، فقلت لا دي حاجه غريبه جدا، لان النادي الاهلي ما بيشتغلش كده. واولا احنا في نهايه موسم، والصفقات حتى بتبقى في بدايات الموسم. انت بتتكلم على الكلام ده من بقالك 3-4 اشهر، مين ماشي ومين جاي. ايوه اديله بتاع السيراميك الزملكاوي ده في وشه. الراجل اللي قاعد على الفار ابن الراجل اللي هو بيقول ايه، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، اللي هو بيطلع يحلل، اللي هو محلل كرة حسين الشحات ان محمد حمدي ياخد انذار ويطرد، ياخد انذار في الكرة اللي هي بتاعت ماتش بيراميدز والاهلي الاولاني، ياخد انذار. قال لك كده. طب يا راجل، ده الراجل حاطط رجليه على بطنه، فارتها، هو اللي حط رجليه على بطنه، والراجل بعيد عنه وما جاتش في ايده ولا جات في، ورغم كده اتحسبت وخلاص. يا عم ماشي وبلعناها ماشي، ابنك كمان يقعد على الفار النهارده وهو اللي يعمل الخط المعوج ده عامل خط فيه كروس بعوجه كده، عارف الدوران؟ لما انت كده بتكون جاي في طريق معدول ومره واحده كده تلاقي دوران، الخط بتاع النهارده فيه دوران. المفروض الخط يمشي على طول كده، يبين لك مين الاول ومين التاني. رامي ربيعه مغطي كريم ندفد ورا، بس هو جايبينها قبل، يعني مدخلين الخط قبل كريم ندفد ومطلعينه عشان عايزين يطلعوا رامي، والخط جاي له هنا، الخط جاي له كده. يا نهار اسود. قال لك الخط جاي لرامي ربيعه كده، يلا عشان خاطر ينفعه لما يكبر. امي كانت دايما تجيب لي الحاجات مقاسات اكبر مني، تقول لي تنفعك لما تكبر، وكبرت ولسه كبيره عليا برضه. عايز ايه مني يا رضا؟
الخط قبل كريم ندفد ومطلعينه عشان عايزين يطلعوا رامي، والخط جاي له هنا، الخط جاي له كده. يا نهار اسود، يا نهار اسود على الضلال. طب انت مش خايف من ربنا وخايف من الاهلي؟ مش خايف من ربنا وخايف من جماهير الاهلي؟ هتروح تنام ازاي النهارده؟ الحاجه دي حاجه ضمير، حاجه انت ممكن زي ما بقول لك كده تظلم فرقه يدعوا عليك تتشل، يشلوك والله العظيم. انت مش خايف من ربنا خايف من الاهلي ومش خايف من ربنا وتحسب حاجه زي كده؟ فين الضمير يا جدعان؟ فين الشفافيه؟ فين اللي بيقولوا عليها تكافؤ الفرص؟ فين لجنه المسابقات ولجنه الحكام والاتحاد؟ يا عم الاهلي واخد الدوري اقسم بالله، ولو فضلنا على كده الاهلي 40 سنه هياخد دوري تاني. 40 سنه بالشكل ده، لانك انت كده عدمت المنافسه، عدمت حته اللي هي تكافؤ الفرص، عدمت كل حاجه. والاهلي في وجود الاهلي جميعهم صغار، فيش تكافؤ فرص ما بين الاسد وغيره، لان البطولات عارفه سكتها، وهنفضل ابطالها لحد ما نبطلها، وهنفضل مدورينها لحد ما نخلص بنزينها. لو تابعت الفيديو ولا في غايتنا فانت برنس البرانيس المستمر تفستنسة انزل اتاكد مدينه. لايك الفيديو مش في القناه مجازفه لكل الشر على كل مكان، استنونا نهنهني فيديوهات كتير. ضرب نور. سلام.